اندلع اليوم حريق بواحة تغمرت بجماعة تسرير القروية بإقليم قليميم. الحريق ألحق أضرارا جسيمة بالثروة الواحية بالمنطقة. ريبورتاج حافظ محضار محمد المصطفى خيا ومحمد بعيريس. أزيد من 300 نخلة من التشكيلة الواحية لمنطقة تغمرت القروية بإقليم قليميم أدت عليها ألسنة اللهب بعد أن نشب بها حريق منذ منتصف نهار اليوم. جهود مصالح الوقاية المدنية التي سخرت كافة وسائلها اللوجستيكية بالإضافة إلى الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية فضلا عن ساكنة القرية مكنت من السيطرة على الحريق. حريق أرجعت مصادر سبب اندلاعه إلى عدم تنقية أعشاش النخيل وإهمال الواحة. النار هذه شعلت مع شي 11 ونص ولا مع ديك 8 وبركنا مضاربين معاها ومشات لينا للدار وبركنا مضاربين معاها بحال هكا وما كايناش تنقيه بالسي بغا يتشعل هذا النار، ما كاينه لا تنقيه ما كاين لا شي لا قناطر باش يدوزوا البومبيات ما كاين والو لا شانطي لا نيا مكرفصه وتكرفصنا معاهم سبيل الله حتى جاونا هاد الناس. هاد الشيء هذا راه كل عام كيتقرر وهاد الشيء هذا ما غادي تحبس علاقاش كاين المسائل اللي هنا كل عام في واحد الوقت في هاد الوقت هذه كتقوم النار وهاد النار هذا راه دات نص الواحه راه بدات من التحت وجات من الفوق وجات في الوسط ونتمناو يكون هذا الشيء هذا يتقطع وندار له الطرقان فين تدوز الوقايه ودار له العنايه. رياح الشرقي علاوة على الارتفاع المفرط لدرجات الحرارة بالمنطقة عوامل ساهمت في سرعة انتشار هذا الحريق الذي امتدت ألسنة لهيبه أيضا إلى أحد الدواوير التابعة لجماعة فاسكا القروية. حريق ألحق أضرار بسكنين قرويين دون تسجيل خسائر بشرية. لو جات النار من الفوق تخربوا لنا كامل، قلموا لنا الدراري الصغار دخلت عليهم النار إلى الحانوت عرجوا عاتقوه مع الدراري جبدوهم والمراه حتى هي سميتو راه قالها مولانا جات لابيلونس كاع وداتها. حريق إذن يأتي ليخلق أضرار بالغة بهذه الثروة الواحية التي تعد دعامة أساسية في تنمية هذه المنطقة القروية.